لأم الدنيا يم الدنيا، لأم الدنيا يم الدنيا، أنا بالثانية جاي وكلي حنين، واتدلع يا مصر يا أصلي من حقك قوي، يا حلاوة العيون العسلية جميل بالقوي، واتدلع يا مصر يا أصلي من حقك قوي، يا حلاوة العيون العسلية جميل بالقوي، يا ملك الشهامة يا بصمة وعلامة وبحقك قوي، واتدلع يا مصر يا أصلي من حقك قوي، يا حلاوة العيون العسلية جميل بالقوي، يا ملك الشهامة يا بصمة وعلامة وبحقك قوي، الطيبين قوي والمخلصين قوي والمغرمين بمصر. أول مرة في حياتي بشوف خالد بيومي بديها اتدلع، بس قال الطيبين قوي. طيبين قوي 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 قوي، مش الاشرار. لا لا التوانسه حبيبنا. اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله. هذه تحيه مني انا مصطفى الاغا، وانا التقيكم يوميا، واللي ما بيحبوني الله يعينهم علي، عبر الشاشه الاحلى والاجمل والاكمل والامثل MBC وبرنامجكم صدى الملاعب. وكانت هذه التهنئه من عراقي، من المطرب الكبير ماجد المهندسه للشعب المصري، ومن صدى الملاعب من أحمد الآغا وفريق صدى الملاعب، نقول 1000 مليون تريليون تزليون مبروك لمصر وصولها لنصف نهائي كأس أفريقيا. واللي بده يربح سيارة نيسان ألتيما 2010 حنقول له مليار مبروك، وهي ما شاء الله بتطلع لها شيء كذا 100 حصان. بس ابعتوا لنا كلمة ألتيما على الأرقام اللي طالعة. وما بعرف ليش مالكم يعني بعد ما سحبنا أول سيارة وراحت الثانية قاعدة لحالها زعلانة يا جماعة، عم تبكي كل يوم، عم بتقول أين العريس اللي حيشيل هذا المسكين، مشتهي دولابين دولابين ألتيما تحت ألتيما. طيب بنرحب بالكابتن خالد بيومي حبيب المصريين والجزائريين، مبروك. الله يبارك فيك. إيه ده أحمر. والكابتن عادل السليمي نقول لك سلامات. كان معه انفلونزا السمك. لا هو سألني في التليفون قال لي انفلونزا ايه؟ قلت له انفلونزا لا ما هيك، قلت له خنازير ولا طيور؟ قلت له لا اسماك هذه جديده. راح نبدا من الحدث الابرز في العالم هذه الليله من روع نهائي كاس افريقيا. عرفنا اليوم هويه اضلاع، لهلا عرفنا 3 اضلاع، لسه الرابع ما عرفناه. طبعا المربع الذهبي بعد فوز مصر الكبير على الكاميرون في عاد النهائي 2008، وبعد مباراه زامبيا مع نيجيريا راح نعرف مين الرابع. احمد الاغا دائما متعهد مصر في هذا البرنامج.